السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده ورقه لحمه مع بعض زبده. هيطلع طعمها حلو جدا، هعملها بطريقه مختلفه شويه عن ان انا احط كله ني في ني. اللحمه هتطلع دايبه دوب، ما فيهاش اي حاجه صعبه، مقاديرها بسيطه جدا موجوده في كل بيت. تعالوا كده نسميه بسم الله ونبتدي نشوف مقاديرنا مع بعض. اول حاجه عندي هحط حته زبده على النار، وممكن طبعا تحطي سمنه، مفيش مشكله. اول ما تبتدي تسيح هبتدي ازود شويه زيت صغيرين وانزل بشرايح اللحمه بتاعتي. لازم تكون شرايح اللحمه مش سميكه عشان تستوي معايا على طول، او تستوي بنسبه 70%. بعد ما احطها على النار بتاعتي طبعا وسط، هزود شويه ملح وفلفل، بس مش هزود دلوقتي اي بهارات تانية. لما تاخد لون من تحت هبتدي اقلب على الناحيه التانية واتبلها برضو بملح وفلفل. كده تمام زي ما انتوا شايفين. تقلبتين كده حلوين، يعني حوالي 3 دقايق 4 دقايق على كل وش، كفيل جدا ان هي يديها اللون الحلو ده. هرفعها في طبق جانبي بعيد عن النار وابتدي اكمل باقي المقادير. هحط بقى اي خضار عندك حطيه، فلفل الوان، فلفل حامي، شويه بصل احمر او ابيض، مفيش مشكله. وهتبل بملح وفلفل ورشه قرفه صغيره، بصل باودر وتوم باودر زي ما انتوا شايفين كده، وشويه من البابريكا. ممكن تدي برضو رشه جوز الطيبه، تبقى حلوه قوي. وازود حته زبده صغيره، وممكن كمان تزودي فص ثوم لو انتي بتحبي طعم. هقلبهم يعني 4 دقايق على النار لحد ما يبتدي الخضار يدبل شويه. كده اللحمه بتاعتي جاهزه، والخضار بتاعي شوحناه زي الفل، ولونه يعني مزهزه زي ما انتوا شايفين. بلاش نتك على الخضار قوي في السوا، لان هو لسه هيكمل سوا في الفرن. هجيب بقى طاجن او صينيه او اي حاجه عندي وافرشها ورق فويل، وفوقيه ورق زبده. كده تمام. هاخد نص كميه الخضار وابتدي اعملها زي ارضيه كده للصينيه، واحط اللحمه بتاعتي على الوش. طبعا كل العصاره اللي نزلت عندي في الطبق هنزلها مع اللحمه، وباقي الخضار على وش اللحمه بالشكل ده. ممكن بقى تزودي مشروم، تزودي اي خضار انتي بتحبيه. مكعبين 3 زبده على الوش يديني طعم حلو، وخلاص هبتدي اقفلها كويس جدا. اهم حاجه في ورقه اللحمه ان انا اقفلها كويس جدا، عشان كل البخار اللي خارج منها يدخل لها مره تانية، فبالتالي تستوي معايا سوا مظبوط. اللحمه انا ما سويتهاش سوا كامل، لان لسه هتدخل الفرن زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هتدخل فرن سخن على 200 لمده 25 دقيقه، مش اكتر من كده. اول ما تخرج بقى افتحي وشمي الريحه الحلوه. شايفين اللحمه والخضار بقى منزل صوص حلو، واللحمه منزله صوص حلو، وناعمه جدا وما بتاخدش وقت. تقدروا على فكره تعملوا نفس الطريقه بصدور الفراخ، هتبقى برضو حلوه جدا. شفتوا سهله ازاي وبسيطه؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك واشتري الفيديو. تابعوني دايما على مطبخ توته مراد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.